حبايبي المتابعين للبزراميط، وحشتوني. النهارده قدامنا حاجات كتير قوي هنتكلم عنها. ايه ده؟ ده الورق فاضي. كان قدامنا حاجات كتير قوي كنا هنتكلم عنها، ولكن لا فاكره منه اننا من يومين كنا بنحتفل بمرور 3 سنين على ثورة 25 يناير. الثورة اللي فتحت عينينا، الثورة اللي خلتنا هنقول رأينا بكل جرأة. خلاص مفيش حاجة هتخوفنا خالص. لا 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 لا، ابعدنا عن الكلام ده يا عم، لا سياسة ولا بتاع ولا خبرة. طب الحوار هيتذاع فين الاول؟ والله انا في وجهه نظري ان الطرف ده والطرف ده، ولا اقول لك لا بلاش. يلا يا عم ابعد من هنا، مش ناقصين كلابوش يابا. بص يا سيدي، الموضوع في ايه؟ لو كده انت فاهم انا بتكلم في ايه؟ بس الموضوع اساسا كله داخل في كده، فما تتكلمش في حاجه تانية غير كده، لان انا ما ينفعش اقول حاجه غير كده. انت عبيط يالا. انا مش فاضي اتكلم في السياسه، انا معايا شغل. هي ناقصه. الثورة اللي ادتنا الثقة في بعض لنتحد سويا لبناء بلدنا. وانت تابع مين الاول؟ ولا انت شكلك كده من بتوع الجزيره وشكلي هقلب عليك. بص بقى، شغل الطابور الخامس ده ما مش مرتاح لك. لا، ما انا هقول لك رايي وهتحاور في البرنامج، ما انتوا اصلا اعلام فاسد. ممكن يكون معاك حوار؟ شغل العرايس وابله فايته والدليسيبس، ها؟ لا يا عم مش لاعب. الثورة اللي ادتنا حماس وهتخلينا نشتغل عشان نفيد بلدنا. سحابة سوداء آتية من صعيد مصر، وأكد خبراء الأرصاد أن ذلك بسبب الفلاحين لأنهم يحرقون الرز، وكان رد الفلاحين: ونحرقه ليه يا باشا، ما ناكله أولى. لا حول ولا قوه الا بالله. ظهور تنين مجنح في ميدان التحرير يهدد أمن المواطنين، وأعلن مجلس الدفاع الوطني انعقاده الدائم لتأدية الصلوات والدعاء لمصر أن يرفع الله عنها هذا البلاء. أنباء عن قيام مجموعات من البلطجية والإرهابيين باقتحام المنازل ونهب ما فيها وقتل المواطنين. الثورة اللي قضت على الفتي، خلاص كلامنا بقى من مصادر موثوقة. يا عمي انت ما تعرفش ان الاخوان دول هم السبب في سقوط الاندلس؟ الشباب المصري لا يتنازل عن طموحه. سبب تسمية مصر أن المصري مصر على هدفه. بقول لك يا صاحبي، احنا عايزين نعمل مظاهره. طيب وايه المشكله يعني؟ طب ازاي اطلع تصريح للمظاهره زي ما قانون التظاهر بيقول؟ بص بقى يا معلم، انا لسه جايب لك الطلبات من على النت طازه. بص يا سيدي، انت هتروح مصلحه الجوازات في مجمع التحرير، تمام، وتقدم صوره البطاقه وصوره المؤهل وموقفك من التجنيد، والاهم من ده كله 53 جنيه. او في تفجير مديريه امن القاهره، انتوا ظلمتوا الاخوان. الداخليه اصلا مسكت قنبله كانت هتنفجر في بني سويف، ومسكوا الناس اللي كانوا يفجروها وراحوا بيها على مديريه امن القاهره، بس الاغبياء نسوا يبطلوا مفعولها. لا 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 لا، كل ده فاتي، هم ارهابيين فعلا وكانوا رايحين يفجروا مديريه امن القاهره. مديرية أمن القاهرة ومفيش قدامها ولا عسكري. يا سيدي كانوا كلهم بيصلوا الفجر. بيصلوا الفجر؟ أمال العسكري اللي طلع يبص على العربية ده إيه؟ يا سيدي ده مسيحي وكمان اسمه توماس. أنت هتدي صوتك لمين في انتخابات الرئاسة؟ السيسي طبعا. اشمعنى السيسي يعني؟ ده السيسي اسمه لوحده بيخوف الارهابيين، ما بالك بقى لما يبقى رئيس جمهوريه؟ الارهابيين مش هيلاقوا حاجه في البلد يعملوها فيشوفوا لهم عقد عمل بره. الانتخابات اصلا هتبقى يوم حد، يوم الجمعه هنصلي الجمعه وهتحصل حاجه كده، بعد كده يوم السبت الرئيس مرسي هيبقى في قصر. لو كنت أعرف بإن الوعد متداري ما كنتش أطلع ولا أخرج أصلي من داري. يا ريت ما احتجيت ولا كان العذاب جاني، وداري على ثورتك يا اللي انت مش داري. هي دي مصر. وبعد ثورة اللي خايف يتكلم، واللي بيخون كل اللي حواليه، واللي بيفتي، واللي قاعد يتفرج، واللي فين الورد اللي فتح في جناين مصر؟ مين اللي حط في دماغنا ان الثورة لما في ميدان وسقوط نظام وانتهى الامر؟ الثورة تغيير في كل حاجة، في السياسة والعلم والمجتمع والثقافة والعمل وي. فين ده كله؟ انتهى بمجرد ان الحكومة اتغيرت وواحد طلع يتكلم باسم الثوار ويقول لقد نجحت ثورتنا، رجع الناس بيوتهم وانتهى الامر. ليه مستنيين ان واحد زي يطلع يقول لكم اتغيروا؟ فين الثورة؟ اربط بين مصلحتك ومصلحة بلدك. اما تنزل تشتغل وتتقي الله في عملك هتفيد بلدك. اما تقرأ وتتعلم بعلمك هتفيد بلدك. اما تعلم 5 بس من جيرانك هتفيد بلدك.
يا راجل ده انت اما تضحك في وش اخوك هتفيد بلدك، اما تقضي على الرشوه في الشغل هتفيد بلدك وتنمي اقتصادها. مش مطلوب منك انك تكون خارق للطبيعه ولا انك تكون زعيم شعبي، لان دول مش هيقدروا يعملوا اي حاجه الا لما كل واحد فينا يشتغل ويتقي الله في شغله وفي بلده. سبب البزراميط اللي احنا عايشين فيه مش عيب حكومات، ولكن عيب ثقافه الشعب اللي بيطلع منه الحكومات دي. الحكومات دي احنا مش بنستوردها، دول بيبقوا ناس مننا. ابدأ من دلوقتي وفكر ايه الامكانيات المتاحة ليك عشان تفيد بيها بلدك وابدأ نفذ. لو كل واحد فينا عمل بس كده وما استناش غيره يبدأ، ساعتها نقدر نقول ان احنا عملنا ثورة بجد. غير كده يبقى على الدنيا البزراميط.